السلام عليكم. ايه الفرق بين الدوكو البلدي والدوكو الفرن؟ طيب، الدوكو البلدي يا جماعه يعني اللمعه بتاعته من حيث اللمعه بتكون ربع لمعه، يعني ما بتكونش لمعه كامله زي الدوكو الفرن. الدوكو الفرن لمعه كامله، وممكن برضو تتحكم في درجات اللمعه في الدوكو الفرن، ولكن هو بيجي ستاندر لمعه كامله. طيب، بالنسبة للنعومة، الدوكو الفرن أنعم من الدوكو البلدي، أنعم بمراحل طبعا. تمام. بالنسبة لمقاومة الخدوش والصلابة، الدوكو الفرن أنشف وأصلب ومقاوم للخدوش جدا بالنسبة للدوكو البلدي. وده لأن الدوكو الفرن يا جماعة بيجي معاه مصلب علشان يخلي المادة تشد بسرعة. تمام. ويخلي المادة أصلب يعني. وده ياخدنا لنقطة تانية، وهي إن الدوكو الفرن لو انت جهزت مكان مقفول وحطيت فيه الخشب بتاعك بعد ما يترش كانه فرن يعني بينشف بسرعه جدا، فبيكون يعني تتجنب الغبار والذي منه. وهو بيتساوى في الحقيقه في المرحله دي مع الدوك البلدي، لان الدوك البلدي اساسا بينشف بسرعه. ودينا شايفين طبعا دي النتيجه النهائيه بتاع دوك فرن، لون ابيض بسم الله ما شاء الله، مع الحوامض فانيلا لاتيه، حاجه تبقى في قمه الروعه. شايفين اللمعه طبعا، لمعه مرايه ما شاء الله.